بيبدأ فيلم النهاردة في النرويج سنة 1363، وفي الوقت ده كان عدى 10 سنين من قتل الطاعون الأسود نص السكان، وكانت البلد مهجورة والخروج على القانون بقى هو اللي مسيطر، وفي كتير من الناس اتحدوا الخطر وهربوا يمكن يلاقوا حياة أحسن. وبنشوف أسرة صغيرة من أب وأم وولد وبنت، وكانوا هربانين ورايحين على مكان تاني، وكانت الجثث في كل مكان، وأغلب اللي كان بيسافر كان بيموت وبيريحوا شوية، والأب كان بيعلم ابنه الرمي بالسهم، وكان بيحاول مع بنته كمان بس كان صعب عليها، وبيروحوا عشان يكملوا في طريقهم وكانوا بيخبوا الأولاد، وبتسمع الأم صوت وما بتاخدش في بالها وكملوا، وكان في حد بيراقبهم من فوق الجبل، وكان الولد والبنت في العربية وبيلعبوا بالحصان الخشب، وبيبصوا الأب طوب على الأرض والطريق مقفول، وبتاخد الست سهم وبيدخل عليهم قطاع الطرق، والأب حاول يدافع عنهم ولكنهم كانوا كتير عليه والبنت شايفة، وبيجي واحد من وراه بيضربه وبيخلص عليه، والبنت ما كانتش مصدقة اللي بيحصل، وبيروحوا وبيبصوا على العربية ومفيش حد، وواحد منهم بيقول انه مستحيل وانه شايف الطفلين بعينيه، وكانوا الاولاد مستخبيين تحت العربية، وبتفلت ايد الولد وبيشوفوه وبيمسكوه، وبتجري اخته على الراجل وبيضربها وبيوقعها وبيشيلها، وبتقول لاخوها يهرب، وبيجري الولد وواحد منهم ضرب عليه سهم بس ما بيجيش فيه، وبيظهر سهم تاني وبيتوجه عليه، وكانت البنت شايفة كل حاجة، وبتضرب السهم وبيسيب الولد وبيقع، واللي ضرب السهم كانت واحدة ست، وبيمسك البنت وكانت مقهورة، وواحد بيقول له انت اللي خلصت على الاب والام، سيبني انا اموت دي، وكان لسه هيخلص عليها والست قالت له استنى، وبتبص عليها وبتقلب فيها وبتقول لهم ياخدوها معاهم، وبيربطوها من ايديها، وحطوا الاب والام في العربية وولعوا فيهم، قتلوا كل عيلتها قدامها في ثواني، وبيمشوا في الغابة وكانوا رايحين على المعسكر بتاعهم، وكانوا بيعدوا الناحية التانية والبنت كانت خايفة قوي، وبيوصلوا عند الخيم وكان في بنت صغيرة موجودة في المكان وكان اسمها فريج، والمفروض ان الست دي امها والزعيم يبقى ابوها، وبتسأل امها هم جايبين البنت دي هنا ليه، ولما دخل الليل كانوا قاعدين بياكلوا قدامها وسايبينها تتفرج عليهم، وبتعرض عليها تاكل والبنت ما بترضاش، وبتكون فريج ماسكه الحصان بتاع اخوها وبتلعب بيه، وبتقول لها امها انها تلعب بالحصان وما تزعلش، وبتروح عند البنت وبتسألها عن اسمها وما بتردش عليها، وبتقول لها انها ما تخافش وانها مش هتخلي حد فيهم يلمسها، وقالت لها ان هي في ايديها كل حاجه، وبياخدوها وبيربطوها في شجره، وفريج كانت بتبص عليها من جوه الخيمه، وبتنده عليها البنت بالراحه وقالت لها ان هي عطشانه، وبتجيب لها الميه وبتروح عندها، وبتشوفها امها وبتقول لها بتعمل ايه، وضربتها بالقلم وقالت لها اضربيها قدامي، وبتروح فريج وبتضربها بالراحه، وبتقول لها امها انها ما تزعلش وان البنت دي تستحق كده وانها تدخل تنام، وبترجع عند البنت وبتقول لها انها مش هتقدر تخلف تاني، وان فريج عايزه اخت وان الاخت دي هتبقى منها، وكانت البنت مقهوره وهتموت، وبيروح جوزها عند البنت بعد ما مشيت وبيعرفها ان فريج كل حاجه بالنسبه له، وبتقول الام لفريج انها ما تحسش بالذنب وان البنت دي عايزه تاذيهم وانها زي الناس اللي بيطاردوهم في الغابه، وكانت العصابه قاعدين وبيشربوا، وكانت البنت متابعاهم، وفجاه واحد منهم جه من وراها ورفع عليها سلاح وقال لها اوعي تعملي صوت، وحاول يتهجم عليها، وبيظهر ايريك وبيشده وبيقول له ان هو اللي لقاها وانها من حقه، وبيضربه وبيوقع منه السلاح، وبيمسكوا في بعض وكانوا بيضربوا بعض، وسانجا عايزه تجيب السكينه وكانت بعيده عنها ومش عارفه تجيبها، وبتشوفها فريج وكانت الخناقه لسه شغاله، وبتوصل دجمار وبتقول لهم كده كفايه، وبيروح وراها عشان يضربها، وبتضربه وبتوقعه على الارض، وبتزعق لفريج وكانت عايزه تضربها، وبتزعق لها سانجا وبتقول لها انتي ساحره شريره، وبتقول لها انها ضربت اخوها في قلبه وسابته ينزف ساعات، وانها فرحانه للي هيحصل فيها بكره، وانها هتخليهم يدخلوا عليها واحد واحد، وبتبص لفريج وبتقول لها انها بعد الشروق عايزاها تقطع لها صوابعها، وبتخاف وبتقول لها حاضر، وبيطلع النهار وكانت سانجا بتحاول تفك الحبل بس ما عرفتش، وبتروح عندها فريج بالسكينه وبتلف من وراها وهتنفذ كلام امها، وبتحس سانجا انها بتفك ايديها، وفعلا كانت بتقطع الحبل وما كانتش مصدقه وقامت عشان تهرب، وبيمشوا بالراحه وبتدوس على خشبه، وواحد منهم سمع وبيشوفهم وبيزعق، وسانجا وفريج جريوا مع بعض، وبتطلع دجمار وبتعرف ان فريج هربت مع البنت، وبيجروا كلهم وراهم عشان يلحقوهم، وبيستخبوا وافراد العصابه بيعدوا من جنبهم، وبيوصلوا عند الجسر وبيقولوا ان مفيش حد موجود، وبينادوا وبيقولوا انهم كانوا وراهم على طول وانهم ملحقوش يعدوا وانهم لسه في الغابه، وبيروحوا يدوروا عليهم وبيقسموا نفسهم مجاميع، وكانوا لسه مستخبيين وفي واحد قريب منهم وبيقرب قوي وبيبص بس كانوا اتحركوا من مكانهم، وبيروحوا يعدوا من على الجسر وبيشوفهم واحد تاني، وبتقع على الجسر وهم جايين، وبتقوم وبتعدي هي وفريج والراجل برضو وراهم، وبتخبط الجسر جامد وبيتكسر فعلا وبيقع، والباقي جايين جري، وبتوقع سانجا باقي الجسر وكان لسه هيضرب بالسهم، وبتقول دجمار لا، وبتقول لفريج انها تستنى مكانها وما تتحركش، وما بتردش وبتجري ورا سانجا،
وكانت مصدومة، وإيريك بيقول لها انهم هينزلوا من تحت عشان يلحقوهم، وكانوا مكملين جري في الغابة ومرعوبين. وبتقول سانجا انهم لازم يبعدوا عن الطريق عشان كده هيتمسكوا، وبينزلوا العصابة تحت فعلا، والبنات بيكملوا جري. وبتقول دجمار انهم هيقسموا نفسهم تاني، وانهم ما يرجعوش من غيرهم، وان البنت حلال عليهم ويعملوا اللي هم عايزينه فيها. وكانوا البنات تعبوا ووصلوا على مكان عالي. وبتقول لها فريج انها ما قالتلهاش حتى شكرا عشان ساعدتها، وبتقول لها انها مش عارفة هتكمل هروبها ازاي، وانها ترجع عند اهلها لانهم بيحبوها ويهتموا بيها. وبترفض فريج وبتروح معاها. وكان إيريك بيقول لدجمار انها اكيد هددتها عشان كده مشيت معاها، وبتقوله انهم هيلاقوها وهترجع معاهم. وبنعرف ان البنت دي اصلا مش بنتهم وانهم اللي بيربوها. وبيوصل البنات عند صخور كبيرة ولازم يتسلقوا عشان يعدوا، وبتتجمع العصابة وبيسألوا عن لوكا وانه مرجعش لحد دلوقتي. وكانوا البنات ابتدوا يطلعوا، وكانت سانجا بتساعد فريج، وبيظهر لوكا وبيشوفهم، وعرفوا ان هو شافهم وبيكملوا جري. وبيجري هو كمان بسرعة وراهم، وبيقرب منهم قوي، وبيستخبوا وبيقرب اكتر، وبتيجي بعصاية من وراه وكانت عايزة تضربه، وبيضحك وبيرمي السلاح وبيوقعها وبيضربها، وبيمسكها وكان مبسوط، وبيقول لها انها بقت بتاعته. وبتمسك فريج السلاح وبيزعق لها، وبتمسك سانجا طوبة وبسنها وفي دماغه، وبيقع على الارض ميت. وبتاخدها وبتمشي، وكانوا متبهدلين وبيقعدوا، وكانت فريج متعورة، وبتمسح لها سانجا الجرح، وبتطلع حصان اخوها وبتديهولها، وبتاخده وبتفتكر اخوها وعيلتها وبتعيط. وبيوصلوا العصابة عند لوكا وبيشوفوه، وبيقول لصاحبه ان هو كان مفروض يموتها هناك على الطريق، وانه غلطان ان هو سمع كلام دجمار. وبتتحرك وبيروح إيريك وراها، وبيقول لها انهم اكيد قريبين، وانهم اكيد هينزلوا عند الوادي عشان يعدوا. وبينزلوا فعلا وبيقفوا في الوادي، وبيكملوا وهم ماشيين شافوا كوخ، وبيروحوا عليه وبيوصلوا، وبيدخلوا وكانوا خايفين، والكوخ كان مهجور، وبتشيل غطا وكان في ناس ميتين، وكان راجل وست. وبتقول لها فريج انها ما تخافش وانهم 2 ميتين عادي، وكانت متعوده فريج على كده. وبيولعوا نار وقاعدين، وسانجا بتقول لها فين ابوها وامها الحقيقيين. وبتسكت شويه، وبعدين بتقول ان دجمار قالت لها انهم لما لقوها كانت لوحدها، وان اهلها ماتوا بالطاعون، وان هي بس اللي عاشت. وكانت دجمار والعصابه لسه في الغابه ولسه بيدوروا عليهم، وبيناموا في الكوخ. وسانجا بتصحى وفي ولد معاهم في الكوخ، وبتروح عنده وبيطلع اخوها، وبيقول لها ان هي وعدته انها هتخلي بالها منه. وبتصحى مفزوعه وكانت بتحلم، وبيسمعوا صوت بره وبيستخبوا، وكانت رجلين واحد. ولما قاموا يبصوا راجل غريب، وبتقول له انهم كانوا عايزين يتدفوا وانهم هيمشوا خلاص وما يأذيهمش. وبيقول لها ان المكان بره خطر، وان هو افتكر فيه حراميه، وسألهم لو جعانين، وكانوا طبعا ميتين من الجوع. وبتحكي له على اللي حصل لعيلتها وكان زعلان، وبيسألها على عدد العصابه، وقالت له انهم كانوا 5 وان القائد بتاعهم واحده ست. وبيقول لها ان دي دجمار، وان الكل هنا عارفها، وان لما الطاعون وصل الوادي الكل افتكر ان هي اللي جابته، وان هي اللي جابت لهم اللعنه. وبيرموا بنتها قدامها في جدول الميه، وكانت حامل في طفل تاني. وبعد ما بنتها غرقت كان هي اللي عليها الدور، وبيرموها في الميه، ولما بيسحبوا الحبل ما كانتش موجوده، وانهم دوروا عليها ومحدش لاقاها. وبيطلع الصبح، ومايكل كان بيجهز الاسلحه، وقالت له انها عايزه تتعلم، وبيوافق، وابتدى يعلمها تستخدم الرمح. وبتصحى فريج، وكانت سانجا لسه بره وكانت في الغابه، وقالت لمايكل انها عايزه تدفن اخوها، وبيفهمها ان اللي بتقوله ده خطر، وان القريه على بعد يومين من هنا. وبتظهر فريج وبتنادي عليها سانجا وما بتردش، وبتجري وراها وبتسالها هي رايحه فين. وكانت فريج افتكرتها سابتها ومشيت، وبتقول لها انها مش هتسيبها ابدا. وبتظهر العصابه وبيشوفوهم، وبكده عرفوا مكانهم. وبتقول دجمار انهم هيموتوا البنت والراجل، وفريج هتتعاقب في المعسكر. وكانوا جوه الكوخ وبياكلوا، وبتتسحب العصابه وبقوا قريبين. وبيفتح إيريك الباب، ومايكل بيضربه، وبيحط السكينه على رقبته، وقال لهم يرجعوا، وانهم يظهروا كلهم قدامه. وبتقول له فريج ان هو يسيبه يمشي وما يموتوش. وبتنادي دجمار على فريج، وبتقول لها تطلع والا هتقتلها. وكان في واحد مستخبي وماشي بالراحه، وبيشوفه مايكل، وبيقول لفريج ان هو عارف اللي حصل لها هي وبنتها، وان البنات دول مالهمش ذنب، وانهم ضحايا زيها هي وولادها. وبيقول إيريك انهم خلاص هيسيبوهم، وزعلت وضربت إيريك بالسهم، وبيضرب واحد سهم على مايكل، وبيدخل بسرعه وبيقفل الباب عليهم. وبيقول للبنات انهم يهربوا من الفتحه اللي ورا، وإيريك كان وقع على الارض ومات. وكانت سانجا مش عايزه تسيب مايكل لوحده، بس بيخرجوا وبيجروا. وبتدخل دجمار وبيخلصوا على مايكل، وكان البنات بيجروا ودجمار طلعت وراهم، وبيوصلوا عند شلال عالي وبيقفوا، وبيمسكوهم، والبنات كانوا خايفين. وبتقول فريج انهم لو قربوا هتنط من فوق. وبتقول دجمار انها عملت حاجات وحشه كتير، وبتوعدها انها هتغير من نفسها، وانها هتبدا من جديد، وانها هتسيب سانجا تمشي. وبتروح عند دجمار وبيضرب سهم على سانجا، وبتنط بسرعه قبل ما السهم يجي فيها. وكانت فريج بتبص عليها وبتعيط، وبياخدوها وبيمشوا بيها. وكانت سانجا مرميه على الشط، وكان مغمى عليها.
وبتشوف اخوها وعيلتها وكانت واقفة قدامهم، وبتصحى وبتفوق وبتقوم وبترجع على الكوخ، وكان مايكل ميت قدامها لوحدها وحزينة وبتعيط ومش مصدقة كل اللي حصل. وبيطلع الصبح وبتدفنه هو اللي ماتوا، وبتبص على الرمح وبتاخد قرار. وكان الدجمار والعصابة رجعوا على المعسكر، وكان الحراسة نايم وبيسمع صوته وبيقوم وبيشوف سانجا وبيجري وراها وبتوقع نفسها وبيروح عليها، وكانت محضرة له هدية، وطبعا مات في ثواني. وبتقرب منهم والتاني شافها وبيروح وراها، وبتضرب عليه السهم ومجاش فيه، وبيدخل عليها جري بس السهم التاني كان من نصيبه. وكده فاضل دجمار بس. وكانت سانجا رايحة عندها بالراحة وبتشوف فريج وبتروح عليها، وهي بتفكلها الحبل ووصلت دجمار وبتضرب عليها بس مجاش فيها، وبتجري وبتستخبى. وهي بتدور عليها نطت عليها سانجا وبيشتبكوا مع بعض، وسانجا جرحتها وبتضرب دجمار سانجا جامد وبتعورها برضه، وبتوقعها دجمار وبتخنقها وبتغرقها في المية، وكانت خلاص بتموتها. وبتنادي عليها فريج ماما، وبتسيب سانجا وما كانتش مصدقه انها قالت ماما. وبتقوم سانجا وبتمسك القوس وبتضربها سهم، وبتبص لها وبتطلع في الروح، وبتقع في المية وبتموت. وبتروح فريج عليها وبتاخدها بالحضن، وبتروح على القرية وبتدفن اخوها، وبتقول لفريج انها معرفتش تحميه وانهم كلهم ماتوا قدامها، وبيمشوا مع بعض وقدرت تجيب حقهم. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.